بلدي في فيديو جديد. المرة دي جايب لكم إعلان خاص بالسادة المهندسين والفنيين والسائقين من على الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. والجهاز بيعلن عن زي ما انت شايف معايا كده في الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعلان عن شغل وظائف شاغرة. بيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. يبقى الشغل هيبقى في الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين عدد 213 موظفا، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. طب هي الوظائف المطلوبة؟ الوظائف المعلن عنها عدد 168 وظيفة مهندس ثالث بتخصصات مختلفة، عدد 20 وظيفة فني هندسي رابع. فين الكلام ده يا جماعة؟ عاوزينهم يتعينوا فين؟ في المحافظات التالية: القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر. تمام. طيب بالنسبة للوظائف التانية عدد 25 وظيفة سائق خامس، عدد 25 وظيفة سائق خامس في المحافظات التالية: في القاهرة والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وجنوب سيناء والأقصر. طريقة شغل الوظائف تعيين، يعني مش بعقد، تعيين مباشرة. تمام. تاريخ التقديم هيبدأ من 8 حتى 22 سبتمبر 2024، من 8/9 حتى 22/9/2024. وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقديم يرجى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالرابط الموجود عند حضرتك في الإعلان المكتوب بالأحمر تحت. زي ما انت شايف كده معايا حضرتك الإعلان ده كان عاوز مش مصدق الموضوع ده، خش على الصفحة الرسمية بتاعت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هتلاقيهم على الفيسبوك. تمام. وشوف الإعلان، ويا ريت كمان حتى تتابع الصفحة دي مباشرة على طول عشان أي جديد ينزل على الصفحة يبقى أنت مطلع عليه وتقدر تتابع الشغل، لأن معظم الشغل دلوقتي بينزل على بوابة الوظائف الحكومية. دوت كان فيديو النهاردة، نتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لكم، ونتمنى ان في ناس تقدم، ونتمنى ان شاء الله ان في ناس تشتغل بإذن الله. وتذكرونا بالدعاء والرحمة ومغفرة الذنوب. ويا ريت تشارك في عمل شير، وتشارك في عمل الخير، وتوصلوا لكل الناس اللي بتدور على الشغل ده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.